ولينا تنسمعو بزاف ديال الناس كيهضروا على الخروج من منطقة الراحة، وتعمر شي واحد فيهم ما جلس مع راسو فشي جلسة مغلقة وسولو واش أصلا عندي منطقة الراحة باش نخرج منها. أغلبية الناس مازال ما دخلوش ليها من الأساس. حنا عايشين في واحد الحالة اللي نقدروا نسميوها منطقة البقاء، ماشي منطقة الراحة. واحد الفضاء نفسي تيتحكم فيه القلق واللايقين والضغط الواقع اليومي. بنادم ما مرتاحش باش نديرولو يخرج من الراحة، مازال كتلقى باش يصايب ملامح ديال الراحة اللي ما عمرها تملات. المفهوم هنا ولا مقلوب، وهادشي تيعكس واحد البارادوكس وجودي في الحياة المعاصرة. كيهضروا معاك على تطور الذات وانت مازال ما عرفتيش ذاتك فين واقفة. الخروج من منطقة الراحة خاصو يكون بعد الدخول ليها، بعد ما توصل لواحد المرحلة ديال التوازن بين الهدوء والطموح، ماشي وانت غارق في فوضى الوجود كيطلبوا منك تزيد تغامر. لأن قبل ما تخرج من الراحة خاصك تدوقها بعدا.